اهلا وسهلا بكم يا احلى واعز متابعين لقناه يوتير. جينا لكم برنامج جديد، برنامج اسمه لا تسدد. لا تسدد مو معناه لا تسدد فاتوره، لا تسدد كهرباء، لا تسدد مويه، لا تسدد معناه لا تخرج، لا تكذب. يعني مثلا يجي واحد يسالك سؤال وانت ما انت عارفه، تقول ما اعرف وانتهي كل حاجه وخلاص وسمع الله لمن حمده. او ممكن يجيك شخص ثاني ويسالك وانت مسوي انك فاهم والولد الفهامي والولد انا اللي مدرك، فتحاول تتحاور من هنا، تراوغ من هنا، تسوي رونالدينو، في الاخير تسدد. هنا اقول لك لا تسدد، لا تخرج، لا تكذب. في حقيقه الامر هو برنامج يبحث عن مشكلة الكذب ويغوص في أعماق مشكلة الكذب ويظهرها إلى سطح الشباب. يا لا يا عمي، هو برنامج يكفص الناس اللي بتخرج، اللي بتسلك وتهايط. ما زلنا متواصلين معك زميلي عمر من الأستاذ الأمير عبد الله الفيصل، معنا أحد الجماهير يتعرف عليك. طبعا البث مباشر معك زميلي عمر، ونحن كلنا عارفين إنه البث أبدا غير مباشر وغير ما في. أنت أصلا زميلي عمر ما أنت فيه، إنه سماعة ما هي مشبوك أصلا حاجة، ما إحنا متواصلين مع أحد. طبعا نزلنا وسألنا الناس مباراة الأهلي والاتحاد ديربي الغربية عن اللاعب السعودي سعيد الوقن، وطبعا سددوا. شوف الاستوديو يا جيتارو، يلا. ما زلنا متواصلين معك زميلي عمر من الاستاذ الامير عبد الله الفيصل في مواجهة ديربي الغربية الاهلي والاتحاد. توقعاتك لمباراة اليوم؟ ان شاء الله الاتحاد فايز. والله ان شاء الله اهلاويه 2-1. اتوقع اتحاد 2-1 وان شاء الله اهلاويه. الكابتن خميس جمعة يحييك من الاستوديو التحليلي ويقول لك رأيك في قرار السيد ريكارد وضمه اللاعب شباب نادي الأهلي الكابتن سعيد الوقن لصفوف المنتخب. تعليقك على الخبر؟ والله سعيد الوقن هذا طبعا لاعب كبير ما يحتاج. اكيد لاعب كبير له مستقبل ان شاء الله وله مواهب كثيره. قرار يعني مره تمام كويس الحمد لله، وان شاء الله يكون قرار ناجح. بس ريكارد استعجل في اللعب شوي. ليش السيد ريكارد اختار الكابتن سعيد الوقن بين فئة الشباب في أندية المملكة؟ ليش اختاره هو بالتحديد؟ يعني بإيش يمتاز الكابتن سعيد الوقن؟ هل انه لاعب هداف وانه لاعب يمتاز بتسديدات قويه؟ والله هو لاعب يعني ما عليه كلام يعني ما شاء الله هو لعبه ممتاز طبعا. تمام اللاعب هذا والله اللاعب هو كويس، هداف عنده خبره يعني. يلعب لعب صح، مو زي اللعيبه الباقيه. كله من يمسك كوره يمين يسار يمين يسار ارمي الكوره برا. هل تتوقع الاعلام يدخل الغرور في قلب اللاعب سعيد الوقن؟ ممكن يخش غرور وممكن ما يخش الغرور. ايش اكثر شيء يمتاز فيه اللاعب سعيد الوقن؟ رفعات، سرعته، والله انتظامه، مهارات وسرعة اللاعب تغطية والعرضيات، مهارات فردية، مهارات وسرعة، يجري، تصويب من بعيد، هداف. بس ريكارد استعجل في اللعب شوية. في اي مصدر سمعته وفين سمعت الخبر؟ والله سمعناه في كل محل. والله سامع في الجرايد، سمعته عن طريق الإخبارية الرياضية السعودية. قرأته وفين سمعت؟ اليوم في النادي. يا زعيم الأمة يا مالكنا، يا قائد الأمة يا مالكنا يا مالكنا. شفت الكابتن سعيد الوقن؟ شفته. حضرت الكابتن سعيد المباريات؟ اكيد ان شاء الله، اكيد حضرت. ايوه اكيد فنان والله. اكيد ما يحتاج. متى اخر مباراة حضرتها؟ آخر مباراة مع حطين، نادي حطين، مع مباراة اللي فاز فيها 3-0 ما حضرت له اعتقد في الدوري. يا صقر العروبة يا مالكنا يا مالكنا. ايش الشيء اللي جعل السيد ريكارد يختار الكابتن سعيد الوقن من بين زملائه لاعبي شباب الاتحاد؟ مرة اسمع بسعيد الوقن. اول مرة تسمع ابو؟ ايوه يعطيك العافية. هو اسم مخروش اصلا وبرنامج اسمه لا تسدد سؤال ومقلب. يعطيك العافية. الله يعافيك. يا مالكنا يا مالكنا يا ابو متعب يا ابو متعب يا ابو الخير. صح لسانك، صح لسانك. الله يسلمك. اكيد تعرف اللاعب سعيد الوقن؟ ايه عارف. اكيد. كنت معنا ضيف برنامج اسمه لا تسدد سؤال ومقلب، كابتن سعيد الوقن مو موجود اصلا. يعطيك حلوة نذيع المقابلة. ما يحتاج. تعرف سعيد الوقن ما تعرف؟ لا والله ما أعرف. حضرت له مباريات؟ ايوه حضرت له. يعطيك العافية. سلطان كنت معنا ضيف في برنامج اسمه لا تسدد سؤال ومقلب، كابتن سعيد الوقن مو موجود اصلا. يعطيك العافية. تعال الدنيا كلها ما اجمل. لا تعال تعرف كابتن سعيد الوقن ما تعرف؟ سعيد مين؟ نذيع المقابلة؟ نذيع عليه اقسم
سليمان، كنت معانا ضيف برنامج اسمه لا تسدد سؤال ومقلب كابتن سعيد الوقن. انا عارف هذا قاعد اشاريك من اول. اول مره اسمع الاسم ذا قاعد يصرف. سعيد العويران. تقول لي تعرف سعيد الوقن؟ ها؟ سعيد الوقن. ايوه. كم صاحبك صديقك سمعت؟ لا مو صاحبي، طالع امس العكاد ما نطلع التشكيله. هذه المقابلة؟ ما يدري. هذه المقابلة؟ عادي. اخ محمد، انت كنت معنا ضيف في برنامج اسمه لا تسدد سؤال ومقلب، طبعا كنت ضيف خفيف علينا. هذه المقابلة؟ ما عندك مشكلة، شباب في رحلة. شباب الرحلة. اللاعب سعيد الوقن ايش مميزاته؟ والله يعني دفاع، هجوم، وسط، اي شيء. حارس، يحرس احيانا، يحرس والله، دكة، يلقط كور. فنان هذا اللاعب. والله وش اللي بيجنبز؟ يتسبح في التراب كمان. كيف تسبح في التراب؟ بعوامات ولا بدون؟ ها؟ بعوامات ولا بدون؟ ايوه بعوامات. ويركب جيت سكي ولا ما يركب؟ يركب. ايش ينط خيل؟ ينط خيل. يركب الخيل؟ يركب الخيل. يركب يجن؟ يركب اي شيء، يركب سيارة، يركب دباب، يركب حديد. يسوق طيارة؟ ايوه. يسوق دبابة؟ يسوق كل شيء، حرام سيارات ذا صار.